الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. تكلمنا في الخطبة السابقة عن الرحمة وعن التراحم فيما بيننا. أكدنا على هذا المعنى الذي نحتاجه في زماننا، ولفتنا أنظارنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. واليوم بإذن الله تعالى نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشجي الشيق الذي قال لنا فيه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. انتهى رمضان فاختار لنا الله سبحانه وتعالى بعد رمضان 6 من شوال لكي تستمر معنا النفحات. فانتهى شهر شوال وأتى شهر ذو القعدة الذي نحن فيه، وقلنا أنه بداية 3 أشهر حرم متواليات، وهي أيضا من أيام نفحات الله التي علينا أن نغتنمها. فيختار لنا الملك سبحانه وتعالى أياما أخرى هي أيام نفحات على أيام النفحات، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن على مقربة منها. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وحدوا الله. كما قلناها اختار لنا من الأماكن أماكن الحرم وجعل لها مكانة أكبر من غيرها، واختار في الأرض المساجد، واختار من الملائكة جبريل عليه السلام، واختار من البشر رسلا وأنبياء، واختار من الرسل والأنبياء 5 هم أولو العزم، واختار نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق، واختار صحبته الكريمة
هم أفضل البشر بعد الأنبياء. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يختار، فيختار لنا الملك سبحانه وتعالى هذه العشر، عشر ذي الحجة. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحسمها لنا صريحة: أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. صل على الحبيب. 10 أيام هي أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام السنة. حتى نلاقي العلماء قاعدين يتجادلون: يا ترى العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل ولا العشر الأواخر من رمضان أفضل؟ فهذا يقول العشر الأواخر من رمضان، وذاك يقول العشر الأوائل من ذي الحجة. فيجي واحد يقول له: لا، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل. فيجي واحد تاني يقول له: لا، عشر رمضان لأن فيها ليلة القدر. فيجي التاني يقول له: لا، عشر ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. هذا الاختلاف يقول لك أن هذه الأيام ذات مكانة عظيمة، ما اختلفوش إلا لعظم مكانة هذه الأيام، سواء العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة. الاختلاف ده يخليك وانت قاعد كده تلتفت بغض النظر أيهما أفضل وأيهما أعظم، بس هذا الاختلاف معناه أن الاثنين دول هم اللي على القمة. عشر رمضان وعشر ذي الحجة. مضت أيام رمضان، اغتنمها من اغتنمها، فاز فيها من فاز، وخسرها وقصر فيها من قصر، وما زال في العمر بقية، لسه عمرك شغال. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك 10 تعمل فيها ايه؟ تتدارك، تلحق تاخد بالك من عمرك اللي ضاع واللي عدى فيه كام رمضان. ربما ايه؟ ربما تعوض كل ذلك في هذه العشر. أعظم أيام الدنيا أيام العشر. ثم يأتينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي عليه يقول لك: ما من أيام، نفيه، ما من أيام، ما فيش أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام. ما تصلي على الحبيب. ما فيش أيام أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من هذه العشر. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي زيادة بقى يقول لك: ولا أحب إليه العمل فيهن. ما توحد الله. الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تعمل في هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى يحب عملك في هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك على طاعة في هذه الأيام. الله الذي قلنا في خطبة اسم الله الودود أنه يحبك. الله يحبك وأنت تحب الله سبحانه وتعالى. فهتعمل إيه بقى؟ مش أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ لما تتسئل، لما أنا أسألك دلوقتي أنت بتحب ربنا ولا لا، رد جواك ولا لا. اعمل لله سبحانه وتعالى. ده أنت بتحبه سبحانه وتعالى وجاي عليك أيام الله يحب منك أن تعمل فيها. وربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في القرآن إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ما توحد الله. دي أيام تقول فيها كتير قوي لا إله إلا الله. في الخطبة قول لا إله إلا الله. في الشارع تقول لا إله إلا الله. بعد ما تركب المواصلات تقول لا إله إلا الله. بعد ما تخلص أكل تقول لا إله إلا الله. بعد ما تعمل كل شيء قول لا إله إلا الله في هذه الأيام. قلنا أن الله تعالى يحبك، وانت بإذن الله تحب الله سبحانه وتعالى. يبقى الله يحبك وأنت تحبه، وهذه أيام حبيبك سبحانه وتعالى يحب منك العمل فيها.
يبقى اللي بيجي في ال10 أيام دول ويقصر، أخبار حبه لله إيه؟ أخبار قلبه مع الله إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قلناها كتير. لازم يبقى عندك قعدة حساب لنفسك. أنا عملت إيه؟ أنا صليت إيه؟ أنا ما صليتش إيه؟ أنا بقرأ قرآن ولا لا؟ بقرأ قد إيه؟ مستمر ولا لا؟ في تسبيح ولا مفيش؟ في صلاة على سيدنا النبي ولا مفيش؟ ما من أيام أعظم عند الله، فيش أيام أعظم منها، ولا أحب إليه العمل فيهن، ولا في أيام الله تعالى يحب العمل فيهن أكثر من هذه الأيام. يعني دي أكثر أيام الله تعالى سبحانه وتعالى يحب منك العمل فيها. فأكثروا فيهن، كتر مش اعمل. صلي على الحبيب. ما احنا قلنا أحاديث النبي هي فيها كلمة هي اللي بتحتاج ايه؟ تقف تبص لها. فأكثروا فيهن، كتر فيهن، مش اذكر الله فيهن، صلي فيهن، اعمل فيهن، لا، أكثروا، كتر زيادة، اعمل زيادة، زود قوي في العمل. فأكثروا فيهن من التهليل. يعني ايه؟ يعني قول لا إله إلا الله، ما توحد الله. فأكثروا فيهن من التهليل، هلل كتير لا إله إلا الله كما قلنا من دقيقتين، في كل وقت وفي كل حين وعلى أي حال وعلى أي هيئة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تيجي تركب مواصلات تقول لا إله إلا الله، تيجي تاكل قول لا إله إلا الله وقول بسم الله، خلصت مذاكرة قول لا إله إلا الله، هتبدأ تشتغل قول لا إله إلا الله. أكثروا، كتر. فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. بتسبح ولا لا؟ تمسك سبحة كده ولا خاتم ولا إيدك وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كلمتين مسموعين، كلمتين، معلش نلفت النظر، كلمتين بيتقالوا، كلمتين. يعني ايه بقى؟ يعني ايه الراجل اللي جاي يقول لنا طلاسم ده؟ هم حد قال ان هم 5 كلمات؟ في حد طلع قال ان سبحان الله دي 5؟ طب 9؟ طب 3؟ لا، بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مش تسبيح. تاخد بالك ولا ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبتقلب ايه؟ سين او سين به، صح؟ سبحان الله سبحان الله. دي مش تسبيح، هي سبحان الله كلمتين، قولهم كلمتين، ولو هتقولهم بصوت عالي اسمعهم من نفسك كلمتين. الحمد لله كلمتين برضو، مش الحمد حمد 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 فتقلب ايه؟ حم 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 حم، صح؟ في ناس كده، نسأل الله لهم الثبات على التسبيح. بس استنى وسبح حلو بقى. احنا قلنا في حاجة اسمها ايه؟ اسمها تحسين العبادة، تزيين العبادة، تجميل العبادة. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تضرب لنا أروع مثال في تحسين العبادة. تيجي تتصدق رضي الله عنها وارضاها، تمسك الدرهم تحط عليه عطر برفان. ده ليه؟ تقول لك لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. ما توحد الله. لو خدت الدرهم واديتهولك من غير عطر، والدرهم بيجيب كيلو لحمة، هيجيب قد ايه؟ هيجيب الكيلو. طب لو حطينا عليه عطر هيجيب كيلو برضه. امال هي بتعمل ايه؟ هي بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني هو لا زال درهما، الجنيه اللي هو اداه للفقير لا زال جنيها، ولكن الطريقة اللي اداها بيه للفقير لو عمل زي أمنا عائشة وعطر الجنيه بقى التعامل ايه؟ بينه وبين الله. لذلك نؤكد أكثروا فيهن من التهليل. قل لا إله إلا الله جملة كاملة، جملة التوحيد، لا إله إلا الله. بتقول سبحان الله قولها حتى لو بسرعة، بس كلمتين
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلمتين مش نص كلمة. الحمد لله كذلك، كلمتين. حسن عبادتك، زي لما هتيجي تجيب لي هدية هتجيب هدية حلوة، زي لما تيجي تنقطني عشان عندي مولود جديد مش هتديني ال100 جنيه القديمة، هتديني ايه؟ أجدد 100 جنيه. ولو ما لقيتش هتروح تدور. عشان لما تيجي تجيب لي واحد ساعة هدية هتجيبها في علبة. بنحسن للبشر صح؟ حسن لله سبحانه وتعالى. ما توحد الله. فاكثروا فيهن من التهليل والتسبيح. سبحان الله كلمتين، والتحميد الحمد لله كلمتين، والتكبير الله أكبر كلمتين ما فيش بينهم حرف واو، مش الله وأكبر. ما توحد الله. أكثر في هذه الأيام. هما كلمتين في بينهم حروف؟ لا. يعني هي إيه؟ الله ضمة، الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. إيه ده؟ مش هي الله وأكبر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وحاجة تاني معاه أو حد تاني معاه اسمه أكبر، فتبقى الله أكبر وأكبر. محمد وعلي، صح؟ لا، هي الله سبحانه وتعالى الله أكبر. يعني أنا ما ينفعش أقول الله وأكبر؟ لا. ولا في الأذان؟ لا. ولا وأنا بنتقل في الصلاة الله أكبر؟ لا، هي الله أكبر. ده الصح بتاعها، صح ولا إيه؟ عشان لما واحد يجي يقول لك كل سنة وانت طيب يا علاء، أقول له لا ده أنا اسمي علي. أنت بتقوله غلط ليه؟ بتقول الذكر غلط ليه بقى؟ لا، أكثره. وانت بتكتر اعمل الحاجة حلوة، اعمل حاجة جميلة كده، اعملها كلمتين صح. كلمتين لو انت اللي قاعد تسمعهم ايه؟ تسمعهم حلوين، انت نفسك ترتضيهم، تبقى راضي كده وانت بتسمعهم. فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. هذه الأيام القادمة علينا أيام صوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه قال لك صم من الحرم واترك. يعني صوم في الأيام الحرم دي كتير، صوم على قد ما تقدر. قادر تصوم صوم، احنا ما بنقولش فريضة، بس أيام خير وأعظم أيام الدنيا. فهعمل فيها إيه؟ هعمل العمل اللي هو من أعظم الأعمال، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قال الله تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه يعني إيه؟ يعني بيني وبينه. شوف ده بقى العمل من الأعمال التي بينك وبين الله. محدش عارف انت صايم ازاي، محدش عارف وانت صايم بصيت كام بصة او قلت كام كلمة غلط. محدش عارف انت صايم يا دوب اكل وشرب وبس ولا صايم. محدش شايفك وانت جنب التلاجة بتشرب ولا لا. محدش شايفك وانت بتمضمض بقك في الوضوء شربت ولا لا، ومش مجبر توريني. فيبقى بينك وبين الله سبحانه وتعالى الصوم لي، لله سبحانه وتعالى، وبينك وبين الله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به. بس أنا ممكن في الصلاة أجي قبل الأذان وأقعد وتلاقيني بصلي الركعتين اللي قبل الإقامة دول في 10 دقايق وبقرأ بالراحة، وتحسيني سرحان في الصلاة وخاشع، وبركع ركوع كده داخل في الربع ساعة، فتقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله على الراجل ده بيصلي صلاة الصالحين بجد. ليه؟ ما انت شايفني. وممكن وانا بطلع الجنيه ولا الدرهم اللي فيه عطر ده اوريك، اقعد اهز في جيبي يمين وشمال كده. شفتني؟ طلعت لله. شفتني؟ نعم. طب والحج بنعمل زفة وانا ماشي، طب وانا راجع زفة كمان، وارسم لي كعبة وسفينة وطيارة، كل حاجة. طب الصيام بقى حدش يعرف قلبك فيه ايه، اخلاصك فيه ايه، خشوعك فيه ايه، صايم لله قد ايه. بل خد الزيادة، ممكن محدش يعرف ان انت صايم خالص. ممكن تصوم يوم كامل، في ناس ممكن تصوم يوم كامل ومحدش يعرف.
طب اللي ممكن يصوم يوم كامل ومحدش يعرف، هيفضل ساكت ولا هيجي لازم يروح جاي جنب واحد بياكل كده؟ انت بتاكل، ده انا صايم. مش في ناس بتعمل كده ولا ايه؟ في ناس بتعمل كده. وفي واحد هيقعد صايم اليوم كله محدش يعرف، وهيفطر المغرب محدش يعرف. عشان كده ثواب الصيام كبير. عشان كده سيدنا النبي أكدها، قال لك صم من الحرم، الأشهر الحرم اللي احنا فيها، صم من الحرم واترك. ما ينفعش تصوم الشهر كله، لأن شهر كامل رمضان بس تعمل إيه؟ صم من الحرم، الأشهر الحرم دي صم منها. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم بني البشر، الشفيع المشفع في أرض المحشر. ثم أما بعد، قلنا إن كتير من العلماء قال لك أن هذه الأيام أفضل حتى من أيام شهر رمضان، لأنها اجتمعت فيها كل العبادات، لأن موسم الحج هو كام يوم دول بس من السنة. فهذا الوقت في صلاة، يعني في صلاة عشان في ناس ما بتصليش. صلوا عشان تبقوا مسلمين، عشان سيدنا النبي قال لك إيه؟ من تركها فقد كفر. سيدنا النبي هو اللي تصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فأنت بتصلي بإذن الله تعالى. طب امال أنت عمال تقول صلوا ليه؟ صلي زيادة، صلي سنن، صلي قبل الصلاة وبعديها، صلي بالليل كم ركعة، صلي الضحى، صلي يعني صلي زيادة عن الخمسة اللي انت بإذن الله بتصليهم. في 5 ما بيقعوش نهائي أبدا، قطعا حسنا، ما بيقعوش خالص. ولو انت عيان، ولو انت عندك المرض الوحش، ولا المرض الحلو، ولا المرض الحادق، ولو انت رجلك مكسورة، ولو انت عندك مرض ما ينفعش جلدك يلمسه مية، ولو انت مش قادر تتحرك، ولو انت اطرافك ال4 مكسورة، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا من كل هذه البلايا. ولا تسقط عشان عندك شغل، ولا جامعة، ولا مذاكرة، ولا عشان النهاردة فرحك، ولا عشان النهاردة العزاء بتاع أبوك، ولا عشان النهاردة، لا تسقط. أي وضع كده طيب يعني هجي لك تاني، هبقى زبونك، بس قول لي على وقت الصلاة دي تقع فيه، قول لي وهبقى زبونك والله. هجي لك مرة كمان عشان أوقع شوية صلوات كمان. مفيش خالص نهائي. وفي ناس ما بتصليش برضه خالص نهائي، نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم، ونسأل الله الثبات. مش شطارة من اللي بيصلي، لو بتصلي مش شطارة منك. قل اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ففي صلاة وفي صيام، عشان سيدنا النبي قال لك ايه؟ صم من الحرم واترك. وفي صدقة تقدر تطلع الصدقة. وفي موسم الحج، حتى لو انت ما بتحجش الايام دي فيها حج. ده غير طبعا ايه؟ اكثروا فيهن من التهليل، لا اله الا الله. فانت جامع كل اركان الاسلام في هذه الايام. لذلك بعض ائمتنا كان يقول السعيد من اغتنم مواسم الطاعات في الشهور اللي فيها مواسم طاعات، والايام زي الايام اللي جايه علينا، والساعات يجي في الثلث الاخير من الليل ويقعد. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر فاغفر له؟ عايز مغفره؟ هل من سائل فاعطيه؟ عايز حاجه؟ عايز فلوس؟ عايز ولد؟ عايز تنجح؟
عايز تبقى ثابت على الإيمان والدين، عايز أي حاجة من خير الدنيا والآخرة في ساعات. يبقى مواسم الطاعات في الشهور والأيام والساعات، هذه أيام قرآن. إيه رأيك لو تختم القرآن في ال10 أيام دول؟ كتير؟ والله بالنسبة لإن أنا ما بقراش كتير قوي. يعني هقرأ في اليوم 3 أجزاء ولا 3 أجزاء وشوية، كتير قوي. ليه؟ ما هو أنا ما بقراش، بس هدوس على نفسي وأقرأ. هعرف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها لي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. يعني كلمة بسم اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم 3 حسنات في 10 ب30، 30 حسنة على بسم. شوف بقى بسم الله الرحمن الرحيم بس كام، وشوف سورة الفاتحة كام. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فيجي واحد يقول لك: طب ما ألف لام ميم دي اسمها الحروف المقطعة، اسمها يعني دي كلها حرف مقطع. فيجي سيدنا النبي يأكدها لك، يقول لك: ولا أقول ألف لام ميم حرف، لا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم 30 حسنة على الواقف كده بس. ده إمتى؟ ده في الأيام العادية. أنت جاي في أيام إيه؟ في أيام عروض. يعني ممكن ألف لام ميم دي تبقى 300 حسنة، ممكن تبقى 3000، ممكن تبقى 3 مليون. فعلا نعم، أنت بتتعامل مع الكريم مش معايا، ما توحد الله. فهذه أيام عمل، أيام صلاة، أيام صدقة، أيام صيام، أيام ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل، أيام قراءة قرآن. هذه أيام اغتنمها، هذه أيام اعمل لها خطة من دلوقتي زي ما كنت بتعمل لرمضان. هذه أيام ما تستناش لما تعدي وتقول فرطنا. هذه أيام في ختامها شهر يوم عرفة، تصوم يوم يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. انت عايز عروض ايه اكتر من كده؟ غير ما في هذه الأيام من ايه بقى؟ من أنها أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأنها من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنعبد الله وهنزود من العبادة خالص كتير، لأن هذه أيام يحبها الله، وهذه أيام يحب الله تعالى العمل فيها، لدرجة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أن هذه أعظم الأيام والعمل فيها أعظم العمل، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ما تصلي على الحبيب. ولا الجهاد، الناس اللي بتطلع تحارب. قال: ولا الجهاد إلا واحد بس هو اللي يسبقك في هذه الأيام. مين ده يا رسول الله؟ يقول لهم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما توحد الله. اللي يسبقك في هذه الأيام واحد طلع يجاهد بنفسه وبكل فلوسه فمات وفلوسه ما رجعتش. ده الوحيد اللي سبقك، اللي هو إيه؟ ساب كل حاجة، نفسه وماله. أغلى حاجتين نفسي ومالي. ده ترك نفسه لله وترك ماله لله. ده بس اللي يسبقك، غير كده مفيش حد يسبقك إذا عملت في هذه الأيام. وختاما نذكر بإخواننا في فلسطين وبكل المسلمين في كل مكان على وجه هذه الأرض الذين هم فيما هم فيه من البلايا والمشاكل والحروب وخلافه، نذكر بهم جميعا، نذكر أن لا ننساهم، نذكر أن ندعو لهم في دعائنا، نذكر أن نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا، نذكر أن نقاطع قدر الإمكان ولوجه الله سبحانه وتعالى شيء نقف به أمام الله نقول له: يا رب، قلت لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا كان ما بوسعنا. شيء نقف به أمام الله نقول له: يا رب، التزمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم والشهر والأيام الكريمات ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته،
ولا شابا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.